ب40 وب50 جنيه من بره، هنعمله لهم النهارده في البيت. هنعمل لهم الكايزر ونعمل لهم البرجر بمكونات كلها طبيعيه، ما بنحطش اي حاجات اضافيه زي اللي بيحطوها بره. لا، احنا حاطين مكوناتنا بايدينا وعارفين احنا عاملين ايه بالظبط. طبعا احنا عارفين ان البرجر الجاهز اللي ولادنا بيشتروه دون عمره ما بيبقى لحمه صافي. طبعا ما بيبقاش لحمه صافي خالص، احنا بنعمله في البيت بلحمه صافي، ما بنحطش اي حاجه تضر ولادنا. وطبعا الكل هيقول طب ما اللحمه غاليه. اللحمه غاليه بس كده كده ولادنا بيجيبوها، فاحنا نعملها لهم في البيت هتبقى اوفر بكتير من انهم يجيبوها من بره. وطبعا اهم من اننا نقول اوفر، فطبعا صحه ولادنا اهم بكتير. وعلشان ما اطولش عليكم يلا بقى نسمي الله كده ونجيب كيلو من الدقيق. انا جبت كيلو من الدقيق، حطيت معلقتين كبار من السكر، وحطيت كيس خميره، وكيس الخميره ده يعتبر قليل على كيلو الدقيق. حطيت معاه نص معلقه كبيره من البيكنج باودر. والبيكنج باودر هنا بيساعد مع الخميره وفي نفس الوقت بيدي طراوه جميله جدا للعجينه بتاعتنا. انا بقى معايا كوبايه الا ربع من الزيت. كوبايه الا ربع من الزيت حطيت نصها وخليت الربع هاخده اخر العجينه. كان عندي بقى ربع كوبايه لبن حطيتها مع العجين، ودي اختياريه، موجوده عندك موجوده، مش موجوده بلاش منها خالص. احنا نشتغل بدقيق وميه وزيت وخلاص على كده. انت بقى عايزه تحطي اي اضافات للدقيق حطي، مش عايزه تحطي بلاش، هو كده تمام قوي. معايا بقى كوبايتين من الميه الدافيه، هحط كوبايه وثلاث ارباع الكوبايه التانيه. طبعا زي ما انتوا عارفين ان الدقيق كله مش بياخد ميه زي بعضه، او مش بياخد سوائل زي بعضه. هخلي الربع معايا، لو احتاجته احطه، لو ما احتاجتوش خلاص. وبعدين ما تنسيش ان انا معايا من السوائل كمان لبن ومعايا زيت. وزي ما انتوا عارفين طبعا ان مقدار الدقيق بياخد نص سوائل. انا معايا كوبايتين من الميه قيمتهم 300 مللي، ومعايا كمان كوبايه الا ربع من الزيت، ومعايا ربع كوبايه من اللبن. يعني متهيالي السوائل كده هتبقى مظبوطه جدا على العجينه اللي معايا او على كيلو الدقيق اللي معايا. بعد بقى ما العجينه بتاعتي اتعجنت عجنه كويسه، رحت نازله عليها بربع كوبايه الزيت اللي معايا. والطريقه دي بتديلك نتيجه جميله جدا ان شاء الله في المعجنات. لو جربتيها ان شاء الله تحسي المعجنات بتاعتك بتختلف عن اي معجنات تانية. زي ما انتوا شايفين ربع الكوبايه اللي فضل معايا انا ما استخدمتهوش. طبعا مهما عجنا في العجان لازم برضو نطلع العجينه نديها ضربتين كويسين كده بايدينا، او نلمها لمه كويسه كده بايدينا. وزي ما انتوا شايفين العجينه طالعه معانا عامله زي الملبن بالظبط. وطبعا لو ما عندكيش عجان بتعجني بايدك مفيش مشكله، بس بتدي العجين حقه. بعد كده بنركن العجين يريح بس من العجن قيمه ربع ساعه بالظبط. ما تعوقيش على العجين لان الجو حر. بناخد العجين بقى بنفضي الهواء اللي فيه زي ما انت شايفه معانا كده بالظبط. بعد بقى ما نخرج الهواء من العجين هجيب صينيه او هجيب صاج مدهونه دهنه كويسه من الزيت علشان العجين ما يلزقش فيها، ودي اللي انا هخمر فيها العجين وهسويه فيه في الفرن. هجيب كمان صينيه تانية او صاج تاني ارش عليه رشه دقيق، واقطع العجين واحط عليه. ممكن تطلعي العجين تقطعيه على الرخامه وتقطعيه على قد الحجم اللي انت عايزاه. انا بقى باخد من البول على طول كده واروح حاطه في الصاج معاه، بدور على طول واحط في الصاج. زي ما انت شايفه انا بلف العجينه معايا ازاي. انا استغنيت عن خطوه ان اطلع العجينه واقطعها على رخامه وبعدين اروح مكوراها، لان الجو حر واحنا مش عايزين نعوق على العجينه. طبعا براحتك بقى الكيزرايه اللي انت عايزاها، انت عايزه حجم صغير حجم وسط. انا بصراحه بحب اعملها حجم كبير، بعمل كيزرايه حجم كبير لان برضو اللحمه غاليه. فانا هعمل الكايزر واحده كبيره واحط فيها واحده برجريه، اللي ياخد السندوتش يبقى هو سندوتش حلو قوي عليه. على كده احنا كفايه ان احنا عاملين لهم البرجر بلحمه صافي، يعني لا حاطين لهم فول صويا ولا حاطين لهم عيش مبلول ولا حاطين لهم برغل ولا حاطين لهم اي حاجات اضافيه، لحمه فقط لا غير. وبالف هنا وصحه. طبعا احنا بقى بنمسك دلوقتي الكايزرايه بتاعتنا والعجينه بتاعتنا بنروح فردينها ونروح لمينها زي ما شفتي كده عشان يبقى قلبها مفرغ وتبقى هشه معانا. يعني نفردها الاول وبعد كده نلمها زي ما بنعمل في العيش الفينو كده بالظبط عشان يطلع هشش معانا كده وجميل زي ما انت شايفه كده بالظبط اهو. بلمها كده وبعد كده بقى اروح مكوره وكوريها بايدك كده وروحي حطها في الصينيه. وزي ما قلت لك زي ما انت عايزه تعملي بقى كيزريه كبيره كيزريه صغيره زي ما انت عايزه اعملي. وممكن كمان تفرجيها لهم وتعمليها لهم فين، يعني اللي انت عايزاه اعمليه. بس انا بقى بشتغل فيها بسرعه لان الجو حر زي ما قلت لكم، وانا عايزه اشتغل بسرعه في العجين عشان ما ياخدش خمر زياده عن اللزوم وتطلع اللقمه مش مسكره معايا وما تطلعش اللقمه حلوه. فعلشان كده في الحر بالذات تاخدي بالك كويس جدا من تخمير العجين. احنا بقى كده خلاص لمينا العجين معانا اهو زي ما انت شايفه. هاخده بقى كده غطيه واسيبه يخمر براحته قيمه نص ساعه 25 دقيقه على حسب ما احس ان العجين خمر معايا. زي ما انت شايفه كده ما خدش معايا كمان نص ساعه لان زي ما بقولك الجو حر جدا، وطبعا التخمير في الحر بيختلف كتير عن الشتاء. بعد كده بقى هجيب معايا معلقتين من اللبن وهجيب نص معلقه كده من العسل الاسود بتاعنا دوت وهدهن بيه وش العجين. ممكن تعملي بصفار بيضه ورشه فانيليا عليها، او ممكن صفار بيضه وشويه لبن، اي حاجه موجوده عندك ادهني بيها الوش. بس لو هتدهني الوش ببيض يبقى هاتي بيضايه حطي البياض بتاعها في العجين معاكي وانت بتعجني وخدي الصفار يبقى ادهني بيه الوش.
بصراحه انا ما رضيتش اجيب بيضه، قلت البضايه دلوقتي داخله في 4 جنيه ونص، قلت وعلى ايه بقى، هما معلقتين لبن ونمشي الدنيا كده. وممكن لو ما عندكيش عسل تحطي رشه قهوه على اللبن وبرده تدهني بالوش، اي حاجه يعني. المهم هندخل الكايزر بتاعنا على فرن درجه حراره 200 220 كمان، المهم نار عاليه جدا. خد في الفرن بتاعي تقريبا نص ساعه. بعد كده بقى بخرجه من الفرن. لو عندك بخاخه ميه بخي عليه بخه واحده وغطيه لمده دقيقه واحده بس، ما تكتريش عن كده. ما عندكيش يبقى بفرشه زي ما انا ما عملتش كده، ومشي على الكايزر بتاعك زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله ما شاء الله انا عامله حجم عائلي، يعني عامله كايزرايه عائليه. ورشه الميه وتغطيه الكايزر طبعا بتخلي الكايزر وشه يبقى طري معانا، لانه على ما بيستوي في الفرن او اي معجنات عامه على ما بتستوي في الفرن بيكون الوش بتاعها نشف شويه، فمعلقتين الميه دول بيطروه يخلوه زي الفل. بعد كده بقى هنيجي للبرجر بتاعنا. انا جايبه كيلو من اللحمه المفرومه، ومعايا قطعه دهن واحده بس، قطعه دهن بقى قطعه ليا بس، دي هتدي طعم كويس جدا ان شاء الله للبرجر بتاعك. وكمان هتنزل منه صوص حلو قوي، هنسقي فيه العيش قبل ما نحطه في البرجر. هنفرم قطعه الدهن الاول وبعد كده ننزل عليها باللحمه المفرومه عشان نتاكد ان هي اتفرمت. لو ما عندكيش كبه ولا حاجه هاتي اللحمه المفرومه وهاتي حته الدهن وابشريها بالمبشره بعد ما تجمد، هتتبشر معاكي. وبعد كده عجنيهم بايدك عادي جدا او حطيهم في كيس ودوقي عليهم باي حاجه، بايد هون، بشاكوش، بمردانه، باي حاجه موجوده عندك. زي ما انتم شايفين انا فرمتها لما بتعامله معايا زي العجينه بقت مسمغه كلها في قلب بعضها. هقول لكم انا حطيت فيها ايه دلوقتي. انا حطيت معاها توابل، حطيت بابريكا وحطيت توم بودره وبصل بودره وفلفل اسود وملح، وكمان جبت خلطه من بتاعه الماجي اللي هي الجاهزه اللي هي بطعم البرجر، دي بتدي طعم تحفه بجد للبرجر بتاعك. وكمان حطيت معلقه واحده من البقسماط الناعم. معلقه البقسماط الناعم دي هتمتصلي اي سوائل في قلب اللحمه او في قلب البرجر، يعني هتخلي اللحمه ناشفه معانا. وكمان حطيت كيس من الكاتشب، عندك كاتشب سايب بقى حطي لك معلقه، بيدي برده طعم جميل جدا. وممكن تحطي معلقه صغيره من البيكنج باودر علشان ما تكشش معاكي. المهم انا مسكتها بقى كورتها زي ما قلت لكم ان هي ناشفه جدا ما فيهاش اي سوائل، لان معلقه البقسماط اللي حطيتها شربت كل السوائل اللي موجوده في اللحمه. جبتها بقى وجبت غطا بطرمان وحطيت كيس زي ما انتوا شفتوا كده بالظبط معانا. عايزه تبقى زي الجاهزه امسكيها بالسكينه واعمليها كده عشان تبقى زي البرجر الجاهز بالظبط، بس في الحاله دي لازم تكوني محطاها في الفريزر عشان تحتفظ بالشكل ده، يعني قيمه نص ساعه كده عشان تنزليها على طول على الجريل بتاعتك تاخد الشكل ده على طول. عاوزه بقى تحفظيهم في الفريزر شيلهم زي ما هم كده على الصينيه بتاعتهم نص ساعه ولا ساعه كده، وبعد كده لميهم كل 4 وحدات كده فوق بعضهم، وبين كل واحده وواحده لازم يبقى بينها كيس طبعا عشان ما يلزقوش مع بعض. انا بقى هاخد كام واحده الاول هعملهم معاكم كده على طول. هجيب طاسه اسخنها، سخني الطاسه من غير اي ماده دهنيه، وما تحطيش البرجر فيها الا لما الطاسه تكون سخنه جدا. دول بقى اللي انا هلمهم على بعضهم زي ما قلت لكم كده واحطهم في الفريزر، ولازم يكون بينهم اكياس. وزي ما قلت لك ما تحطيهمش على بعض الا لما يشدوا شويه عشان ما يريحوش على بعض وتحس ان هي اتبططت منك جامد. واحنا بقى بنسوي البرجر بتاعنا هندوس عليه بالمعلقه زي ما بنسوي الحواوشي كده، بندوس عليه برضو بالمعلقه عشان نتاكد ان قلبه استوى. برضو البرجر هندوس عليه بالمعلقه عشان نتاكد ان قلبه استوى من جوه واللحمه كلها استوت تماما. ومش قادره اقول لكم بقى على الريحه طالعه عامله ازاي. ريحه الخلطه اللي في البرجر تحفه بجد، الريحه تحفه. اللحمه مع الدهون مع التوابل مع الماجي بجد عاملين خليط يجنن، ريحته بجد جباره جدا، والطعم كمان لو دوقته يجنن بجد. عمرهم ما يقولوا لك هات لنا برجر من بره ابدا، كل مره يقولوا لك اعمليه لنا ان شاء الله في البيت. هنطلع البرجر بتاعنا بقى، وما خدش وقت، ما خدش بالظبط 3 دقايق على كل وش، يعني مش هياخد معاكي وقت خالص ولا وقفه كتير ان شاء الله. زي ما انت شايفه البرجريه بتاعتنا طالعه تحفه ازاي. واعذروني ان الفيديو طويل شويه لان تفاصيله كتيره، ما كانش ينفع اضغطه اكتر من كده. هجيب بقى العيش اللي معايا واجي اسقيه في الصوص اللي نزل معايا في الطاسه كده زي ما انتوا شايفين. مش قادره اقول لكم بقى طعم العيش هيبقى عامل ازاي، هيبقى واخد بقى من الصوص اللي نازل من اللحمه، هيبقى تحفه. يعني ممكن العيش ده لوحده كده يتاكل حاف من غير اي حاجه، من غير كمان ما تحطش عليه برجر ولا اي حاجه، كفايه طعم اللحمه اللي هو واخده من الطاسه. عرفتوا بقى انا كبرت الكايزر ليه واتوصيت بيه؟ لان هدي للعيش طعم اصلا ولا للكايزر طعم احلى كمان من اللحمه. بعد كده بقى نركب السندوتشات بتاعتنا. انا جبت العيش اللي انا مسقياه، حطي بقى عليه حلقات بصل، حلقات طماطم، تجيبي لهم الجبنه اللي هي الشرايح دي طبعا انت ومقدرتك براحتك خالص، اعملي بقى كده اللي انت عايزاه.
كاتشب ومايونيز، واديهم بقى ياكلوا بالهنا والشفا. تحبي بقى تحطي جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، زي ما قلت لك الجبنه الشرايح زي ما انت عايزه. تدهني لهم العيش مايونيز، الحاجه بقى اللي تريحك والحاجه الموجوده عندك اعمليه. حتى كمان لو جبتي عيش بلدي وشويه ترش كده وحطيتي جنب البرجر من غير كايزر ومن غير حاجه، هيبقى حاجه جميله جدا. وتعملي لهم جنبه شويه مكرونه محمره او شويه مكرونه بصلصه، هتبقى الدنيا تمام قوي وزي الفل. تعالوا بقى نشوف اللحمه بتاعتنا كده من جوه شكلها عامل ازاي ومستويه ازاي. عايزه اقول لكم طعمها تحفه. بعد ما خدت حته والله ما قدرتش، رحت واخده منها تاني. طعمها يجنن، مش احسن من البرجر اللي بيجيبوه جاهز اللي كله فول صويا ولا برغل ولا عيش مبلول ومش عارفين اللحمه عاملينها من ايه. لا احنا عاملين بايدينا، وزي ما انت شفتي الكيلو طلع معانا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله قد ايه. جربي بقى البرجر بتاعنا النهارده وجربي الكايزر. ولو عجبك وعجبك الفيديو ما تنسيش تدخلي قناتي تعملي لايك وتعملي اشتراك، وبالهنا والشفا، صحتين وعافيه.